شكرا سيد الرئيس. اولا سيد كاتب الدوله كنشكرك على التفاعل ديالك مسجله يعني بكل تجرد. تفاعلتي معنا. عاده قليلا ما يتفاعل معنا الوزراء ونتمنوا على ان باقي الوزراء ان يحذوا حذوكم. المساله الثانيه بطبيعه الحال السيد الوزير كما تعلمون على ان الزليج البلدي هو تراث فني مغربي اصيل. درتوا مجهود والبلاد دارت مجهود سيد كاتب الدوله. ربحتوا المعركه ديال الحمايه القانونيه للزليج. بطبيعه الحال هذا نسجله بايجابيه. ايضا هذا الزليج البلدي بالدخل ديالو بطبيعه الحال في اطار الصناعه التقليديه اللي وصفها المرحوم الحسن الثاني بالعبقريه المغربيه. ايضا المرحوم الحسن الثاني سبق له قال: لقد انجزنا ثوره صناعيه ولكننا ما زلنا نعمل على حمايه الصناعه التقليديه. تنظن السيد الوزير هذا الموضوع ديال الزليج البلدي اللي كينتشر بشكل كبير في مدينه فاس وكذلك حتى في تطوان وفي مراكش، لكن كاين واحد الظاهره حاليا اللي كتواجه خصوصا المعنيين او الصناع التقليديين ديال هذه الماده الاساسيه. بالمناسبه العدد ديالهم محفز على سبيل المثال حوالي 2001. ملي تنقولوا 2001 بمعنى 2000 اسره. هادو مهددون بالتشرد، مهددون بفقدان مناصب الشغل بفعل المكننه. دخلت دابا الماكينه كدير الامور تاع الصناعه التقليديه كانها كديرها باليد التقليديه وبوسائل تقليديه، وهذا يهدد هذا الصناع. انتم كحكومه بطبيعه الحال في اطار كتبحثوا على مناصب الشغل، خاصكم توصلوا للمليون منصب شغل في نهايه الولايه، ولكن هذا المكننه غادي تضر هؤلاء الصناع التقليديون. بطبيعه الحال اكيد لو ان هذا الفن استطعتوا انتم كحكومه بطبيعه الحال، ولا على ان بلادنا عندها منشات كبيره، ملاعب كبيره، محطات ديال القطار الى اخره، لو كان يتزخرف بالزليج التقليدي بطبيعه الحال غادي تكون فرصه لهؤلاء باش يشتغلوا وباش كذلك يعيشوا وباش كذلك يحافظوا على مناصب الشغل ومن خلالهم بطبيعه الحال يحافظوا على الكرامه. نتمنوا على انكم سيد الوزير اعتقد تلقاو حلول عمليه لوضع حد لهذه المكننه اللي تهدد هذه الصناعه التقليديه، واعتقد الزملاء سبقوا في قطاعات اخرى. شكرا. السيد الرئيس، أنا سعيد بالتفاعل معكم السيد المستشار المحترم، وسعيد بمستوى النقاش اللي كيكون دائما داخل هذا المجلس بخصوص هذا الموضوع ديال الصناعة التقليدية، لأنه هنا كاين الناس كيفهموا حقيقة الموضوع، هذا الموضوع الأهمية ديالو، كنعرفوا القيمة ديالو، وكنشكركم لأنكم درتوا هذه النقطة اللي خلق واحد النقاش مجتمعي سواء في فاس ولا في مراكش ولا في تطوان ولا هذا. أنا نتفق معكم في واحد المسألة قلتوها جميع: الصناعة التقليدية التعريف ديالها دوليا خص اليد تكون متدخله على الاقل فوق 50%. وهذا واللي كيميز الزليج البلدي المغربي على اي زليج اخر ممكن يكون هو انه كاين ذاك النقاش، كاين هذاك اللي رشم ذاك الرشومه اللي كل شكل عنده سميتو عنده رمزيته، وكاين هذاك النقاش اللي كينقاش، وكاين هذاك اللي كيحط ذاك الزليج بديك الزخرفه اللي كتزين القصور وكتزين النافورات وكتزين الفضاءات ديالنا. وحتى اليوم كاينه، لان كاين الحمد لله ثوره حقيقيه فيما يتعلق بالتصدير ديال هذا الزليج، ولا مرغوب سواء في السوق الامريكيه، في السوق البرتغاليه، في المملكه المتحده. الناس اليوم كيصدروا مقاولات فاس، كيصدروا، كاين اشتغال. ولكن علاش كياخذوا هاد الناس وعلاش المغاربه مقبلين على هذا الزليج؟ لانه بلدي، ولانه مديور باليد، ولانه مصايب واحد التقنيه اللي ما يمكنش تكون عند دوله اخرى، ولا ما يمكنش. كما قلتي ربحنا هذيك المعركه ديال انه زليج مغربي، ومفتخرين، وهذه المعارك الملاح عزاز علينا وكنفتخروا بهم، انه عندنا الشرف انه نخوضوهم. وكاين اليوم وتكلمتوا على المكننه كاينه وكاين اللي كيستعملها، واليوم مفروض علينا كاملين والتزمنا وكنلتزموا انه نفتحوا نقاش مع المهنيين باش نلقاو شنو هما السبل ديال الحفاظ. حنا الغايه ديالنا جميع هو نحافظوا على صناعتنا التقليديه. المكننه تدخل في المرحله التحضيريه ديال نوجد الطين ويكون معالج، ونوجدوا الفران يكون يعني الفورا غاز بالغاز، وهذا ما كاين مشكل. ولكن كاين بعض الامور اللي هي اللي كتعطي التميز لهذاك الزليج، الا حافظنا عليها غادي يكون لصالح بلادنا كامله ان شاء الله. شكرا سيد المستشار، شكرا سيد الرئيس.